السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا دايما بخير، صحة وسعادة، وتعود عليكم الأيام بخير. ان شاء الله هنعمل حاجة كده حلوة أوي، جميلة جدا، بتدفي في الشتاء دوت وفي السقعة ديت، وحاجة كل مكوناتها كده حلوة أوي ومفيدة وخطيرة، وهتطلع معاكي حكاية من ايدك النظيفة الجميلة وموفرة في نفس الوقت، وحاجة في البيت وأحسن من بره مليون مرة. اللي أول مرة بقى يشوف القناة يخش يشترك ويفعل الجرس عشان يوصل له كل جديد. ويلا بينا نسمي الله ونصلي على الرسول ونخش ونشوف المكونات والطريقة. هنعمل ايه بقى مع بعض؟ اللي هي القرصة الصفراء او اللقمة الصفراء او المحوجة. جبت نص كيلو دقيق منخول، ده هيطلع لك كمية كبيرة قوي قوي. وبعدين كوباية سمسم، ربع كوباية حبة البركة، كوباية تحويجة القرصة دي من عند العطار، وقولوا له عايزة تحويجة القرصة أو اللقمة الصفراء أو الإيه أو القرصة الصفراء. ربع كوباية جوز هند، كوباية زيت، بس الزيت ده يكون إيه نضيف وريحته حلوة عشان إيه تطلع معاكي حلوة قوي. وتلات أرباع كوباية عسل أسود، ونص كوباية سمن بلدي، ومعلقة كبيرة بيكنج باودر. جبنا بقى طبعا يعني بولة اللي انت هتحطي فيها الحاجات ديت. الاول هتبقى بولة صغيرة عشان تحطي فيها المكونات ديت، وبعد كده ايه لما نيجي بقى ايه نخش ونخلط الحاجة نعمل. حطيت انا ايه الدقيق المنخول الحلو دوت، حطيت عليه ذرة ملح، والكوباية اللي هي التحويجة اللي من عند العطار، انت بس لما تروحي تقولي له كده عايزة تحويجة القرصة. وحطيت معلقة كبيرة بيكنج باودر. الحاجات الجافة دي بقى ايه حطيناها كلها كده مع بعض، قلبناها، قلبيها كده كويس بس عشان المكونات دي كلها تختلط مع بعضها. زي ما انتوا شايفين بقى كده، قلبي بالمعلقه، يعني مش هتختلط قوي يعني مع بعض، بس المهم ان انت ايه تخلي المكونات ديت ايه يعني تتداخل في بعضها كده، عشان لما تيجي تحط عليها المكونات التانية تبقى معاكي ايه مختلطه مع بعض. جبنا بقى نص كوبايه السمنه، حطيناها في طاسه، حطينا عليها نص حبه البركه، ونص السمسم، والباقي ده بنشيله كده على جنب عشان هنستعمله في الاخر، ونص جوز الهند. يبقى الثلاث حاجات دول جبنا حطيناهم على بعض على نص كوبايه السمنه البلدي، عشان كوبايه السمنه البلدي دي جميله جدا. بنديهم بس ايه يعني تقليبتين بس على البوتاجاز، بحيث بقى ان ايه تشم الريحه بتاعته دي كده، عشان ما بتتحط في القرصه بتدي ريحه جميله وبتضيع الرطوبه اللي فيها. لكن احنا هنعمل القرصه دي ايه على البارد كلها كده. في ناس بتغلي الزيت، لكن انا هعملها ايه على البارد. هم دول بس اللي انا شوحتهم زي ما انتم شايفين كده، ايه عشان تدينا ايه الريحه الجميله دي. اول على طول خلاص ما تنزليهم من على الطاسه، تكون انت عامله حفره في الدقيق ونزلتي عليهم على طول بيهم عليهم على الدقيق، عشان ما تزيدش من السوا بتاعها في الطاسه. قلبيهم بقى كده على طول برضو عشان ما تحمرش معاكي زياده. قلبيهم مع الدقيق ده كده والخليط اللي احنا حطيناه مع بعض في الاول، الماده الحاجات الجافه، تقلبتين ثلاثه بس، وننزل عليهم بكوبايه الزيت اللي هي البارده، عشان زي ما انا قلت لكم انا بعملها ايه على البارد. في ناس بتقدح الزيت، انا الطريقه دي يعني ايه مش حباها، دي الطريقه اللي انا بعملها ديت جميله جدا ومعتاده عليها. قلبيهم برضو كده ايه مع بعض. لو انت برضو عندك البوله دي ازاز عادي، لكن البوله البلاستيك ديت انا حطيتهم فيها على اساس ان انا حطيت السمسم والتحويق والحاجات ديت في ايه في النص، يعني ما خليتهاش ايه طلعت على الطبق من بره. لو انت عندك حاجه استانلس، حاجه المونيا، حاجه ازاز، ماشي. بعد بقى ما قلبناهم كده مع بعض نص تقليبه، يعني ايه مش كل الحاجه ايه هنخليها يعني تختلط مع بعضها، لا تقليبتين ثلاثه كده، ونروح ايه حاطينهم بقى في حاجه كبيره علشان ايه بقى تعرفي تبسيها، لان دي بتتبس زي الكحك بالظبط. زي ما انت بتبسي الكحك، هي القرصه برضو دي كمان ايه هتتبس زي الكحك. اهو نزلي بقى اللي على المعلقه بايديكي، لان انت هتبسي بايديكي طبعا مش بالمعلقه. هتبسيهم بقى مع بعض لحد ما تلاقي ايه الدقيق الابيض ده كله اختفى مع ايه مع الخليط اللي احنا حطيناه مع بعض. وهو المفروض كنا حطينا بقى كوبايه السكر، بس انا ايه نسيتها زي ما انا قلت لكم، وايه
وحطيتها اهي قدامكم اهي. من بعد ما بسيت العجينه حطيت كوبايه السكر. كوبايه السكر دي عادي يعني سكر عادي او سكر مطحون عادي جدا، بس انا حطيته سكر عادي بيدي قرمشه حلوه قوي كده يعني ايه، وتحبيها، مش حاجه يعني تضايقك، لا حاجه كده جميله وهتحبيها. برضو افركيها كده برضو وبسيها لحد ما كل المكونات دي برضو ايه تشرب من بعضها كده وتختلط مع بعضها. وهي بطبيعة القرصة الصفراء أو المحوجة أو اللقمة الصفراء بتبقى مفرفطة كده، يعني ما بتبقاش عجينة ما بتتمسكش ببعضها، لا خلاص كده منها كلها مع بعضها. هنجيب بقى اللي ايه التلات ارباع كوباية العسل، بس مش هناخدها كلها، هناخد شوية شوية. ليه بقى؟ عشان لما تيجي انت بقى تنزلي بالعسل كله مرة واحدة هتعجن معاكي، مش هتعرفي بقى انك ايه كده استكفت ولا لا، لان هي زي ما قلت ان القرصة عجينتها مفرفطة مش عجينة، عشان تطلع معاكي مقرمشة كده وجميلة. برضو افركيها كده، افركيها من بعضها مش تعجني يعني كده، افركي بكف ايديك الاتنين كده. ده اسمه بس يعني ده بس العجينة. والعسل ده عسل اسمر مش عسل ابيض، يعني العسل الاسمر ده اللي هو من قصب السكر، اما التاني عسل النحل. خلاص كده اهي فركناها ولقينا لسه، هنمسك بقى حبة كده من الدقيق ده او من الخليط اللي قدامنا وهنكبسها كده بايدينا لانها بتتفرك بسهولة. لا كده بقى عايزة ايه حبة عسل تاني. هنجيب برضو بقى ايه شوية عسل تاني من الكوباية الا ربع، برضو مش كله هنحطه على اساس برضو هنفركها تاني ونشوف عايزة عسل تاني ولا لا. خلاص كده فركناها تاني اهي مع بعض كله كده، وبسيها برضو بايديك يعني تفركي وتبسي تفركي وتبسي ما تعجنيش. خلاص اهو شفتوها بقى، مسكت برضو حتة عجينة تانية اهي لقيتها ايه ما بتتفركش بقى بسرعة. بعد كده بقى هنجيب ايه صاج 30 في 40 مش مدهون حاجة، الصاج دوت لان هي فيها الزيت بتاعها وكل حاجة بتاعتها فمش هتلزق معاكي في الصاج. 30 في 40 لان النص كيلو دوت دقيق بياخد 30 في 40. هنوزعها بقى كده على الصاج كلها كلها كده بايديكي كده يعني ايه تحسي انك انت يعني حطيتي العجينه دي كلها في الصاج كله، يعني مش ايه مش تكتليها في حته واحده، لا افرديها كده، افرديها بايديكي. وبعد كده ايه بقى اضغطي بقى عليها كده بايديكي علشان تضغط تمسك في بعضها. ليه؟ لان هي احنا قلنا العجينه مفرفطه، فلما تضغطي بقى بايديكي هتلمي العجينه تتلم يعني شويه كده تمسك في بعضها شويه، عشان لسه في خطوه تانية هنعملها. خلاص كده اهو زي ما انتوا شايفيني ضغط بايديكي كده بكف يعني بكلوة ايدك كده اضغطي، ومن الجوانب كده لميها، ما تخليش ايه تروفها طالعه فوق كده في الصاج، لا لميه كده ونزليه كله تحت كده زي ما انتوا شايفين. وبراحتك خالص يعني براحتك، لان ايه القرصه يعني عايزه كده ايه الحاجه الهاديه وبشوش. الحاجات بقى اللي احنا جبناها سيبناها كده على جنب اللي هو الجوز الهند وحبه البركه والسمسم هنرشهم على ايه على وش القرصه. لو انت عايزه تقللي الحاجات ديت عادي، الحاجات اللي على الوش دي عادي، لكن انا بحب بقى ايه السمسم وجوز الهند دول كتير قوي قوي كده بحبه، يعني ايه بيديها طعم كمان وريحه حلوه قوي لما تخش الفرن كده تشمي بقى الريحه والجمال بتاعها. وزعيه برضو كده على الوش. ده الجوز الهند اللي احنا حطيناه. بعد بقى ما وزعناه هنجيب بقى ايه حبه البركه، هم حبه صغيرين حبه البركه مش كتير. برضو ايه يعني وزعيه برضو على الوش. واخر حاجه بقى اللي هم ايه شويه السمسم، حطينا بقى السمسم كمان اهو على الوش خالص. هنجيب بقى ايه بقى لان احنا طبعا مش هنعرف نسويها برضو بايدينا كده، هنجيب بقى كوبايه، بس الكوبايه دي كلها تبقى نازله ايه كلها زي بعضها صب كده، يعني ما تبقاش حته ضيقه من فوق وحته قصدي ضيقه من تحت وحته واسعه من فوق، لا الكوبايه كلها صب. هتضغطي بقى عليها كلها دي بحيث ان هي تتضغط معاكي وتلم العجينه، وفي نفس الوقت الحاجه اللي رشيناها دي على الوش تنزل مع العجينه ايه تمسك فيها، عشان لما تيجي تستوي كل ده ايه ما يفرفطش منك بعد ما تطلعيه من البوتاجاز. اضغطي بقى كده اهو شمال ويمين، وهتسوي لك بقى الكوبايه دي هتسوي لك ايه العجينه كلها تبقى زي بعضها.
مش هتطلع حته عاليه ولا حته واطيه. بس زي ما قلنا الصاج 30 في 40، عشان نص كيلو دوت بيحتاج ايه الصاج 30 في 40. خلاص كده اضغطي بقى من الشمال واليمين كده وبالطول وبالعرض لحد ما تلاقي خلاص كده ايه العجينه كلها قدامك بقت سوا بعض، والحاجه اللي على الوش كلها ايه مسكت في العجينه. خلاص كده اهو ساوت كلها مع بعضها. هنشيل بقى الكوبايه ونقطعها بقى كده زي ما انت عايزه، مربعات سمبوكسات، يعني براحتك اللي انت مستريحه له كده قطعيها. نكون احنا بقى مولعين الفرن على درجه 180. حطيها بقى في الصاج اللي في الشبكه اللي في النص، ولما تلاقي بقى الطروف احمرت روحي حطي الشوايه من تحت وايه وهتحمر من فوق. مش هتاخد منك اكتر من نص ساعه، يعني ما تزيديش عن نص ساعه عشان ما تتحرقش ولونها ايه قصدي والطعم بتاعي يبقى ممرر. اول ما تطلع بقى من الفرن على طول امشي بقى بالسكينه تاني على الحتت اللي انتي قطعتيها كده، عشان هي ايه لما بتكون جوه استوت بتسيح مع بعضها شويه فبتلزق. وبعدين ما تقلقيش، هي اول ما بتطلع من الفرن بتبقى طريه. بعد كده بقى لما بتسيبيها في الهواء 5 دقايق بس بتنشف وبتلاقيها ايه جميله جدا، والقرمشه بتاعتها خطيره خطيره. زي ما انتوا شايفيني كده اهو قطعتها خلاص، وسيبيها برضو تبرد 5 دقايق قبل ما تطلعي منها قطعه. بصوا بقى السوا من تحت ومن فوق عامله ازاي، ومن النص صفرة. بصوا بقى بتقطعيها حاجه خطيره جدا، بتتكسر معاكي زي البغاشه كده، جميله قوي. يعني مش ماسكه مع بعضها مجبسه ولا طريه، لا قرمشتها خطيره جدا جدا، والريحه عايزه اقول لك حكايه. وحاجة جميلة جدا وقرصة خطيرة وبتدفي في الشتاء، ومكوناتها حلوة قوي قوي قوي. اقول لك بقى مكونات التحويجة اللي هي كركم وحلبة حلبة مطحونة الحلبة الصفراء، والشمر واليانسون والمحلب والقراوية وقرفة وقرنفل وزين الورد. كل دول بنسب متفاوتة، يعني هو بقى ايه العطار ايه بيحطوا بالنسب اللي هم عارفينها، بس هي دي مكونات التحويجة اللي احنا بنحطها في ايه في القرصة المحوجة. خطيرة جدا كلها طبعا، وحاجات مفيدة وحاجات حلوة قوي قوي بتدفي في الشتاء، وطعم حكاية. والقرمشة جميلة جدا وهتعجبكم. عايزاكم بقى تجربوها بالطريقة ديت وبالمكونات دي. وزي ما قلت لكم لو عندك مغات حطي معلقة برضو في قلب الدقيق والحاجات دي بيدي طعم حلو، لكن انا ما حطيتش، والطعم حكاية حكاية قوي 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 خطيرة. ويلا بينا بقى اللي أول مرة يشوف القناة يخش يشترك ويفعل الجرس عشان يوصل له كل جديد. وبالهنا والشفا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.